النهاردة بقى هنعمل تسالي العيد. تسالي العيد. حبة حلبة بقى كده أقل من ربع، يعني أقل من ربع كيلو. بصوا طلعت قد ايه نقوها حلو جدا جدا، علشان مليانة طوب. مليانة طوب يعني، مليانة حاجات كده مش باينة يعني، وغسلة حلوة أوي. ده حبة فول من البيت، أنا معرفش بقى هم ربع كيلو ولا نص كيلو ولا ايه، حبة يعني. هم حبة حلوين كده من البيت يعني. ما بجيبش مثلا ربع وبتاع، لا هما كنت جايبه كتير وخدت منهم حبه يعني. نعمل بقى الفول المملح. يا سلام، والله من احب الفيديوهات اللي انا بعملها. يعني الفيديو ده بالذات جميل جدا وخفيف جدا على قلبي، لاني انا بحب الفول المملح ده، وبحب الحلبة. اللي يقولك بقى الحلبة بتعمل ريحة والكلام ده كله انسي. هنا غسلت الفول عشان ما ننساش. غسلت الحلبة، غسلتها غسلة حلوة جدا جدا جدا، عشان بتطلع طينة يعني وحاجات. وبرضه بصوا مهما اغسلها فيها قش هغسلها تاني برضه بعد كده. فبتسيبيها منقوعة، والفول كمان غسلته ونقيته. وهننقعهم يوم، يعني هنسيبهم كده بميتهم يوم، وتاني يوم هنشوف بقى هنعمل فيهم ايه. غطيهم كده وسيبيهم كده على على الرخامة بتاعة المطبخ. اهم هنا كده. انا بقى بصوا المنظر جميل، يعني تحسي ان هو هنعمله فول نابت يعني. والحلبة طبعا بصوا بقت كيلو، مش ربع كيلو الا كمان. يعني بقت كيلو كده ببعضها، معرفش ازاي، سبحان الله هي بتكتر يعني. بس انا غسلتهم الاتنين حلوين جدا طبعا. وهنحطهم بقى في ايه، في شاشة. بصوا هنا، يعني يعتبر انا طرحة كتان طبعا عندي ما كنتش بلبسها، وغسلها غسلة حلوة جدا. واحطها في الصينية نضيفة واروح حاطة فيها الحلبة. بصوا بقول لكم لما اتنقعت يوم، بصوا تحسي انها زرعت يعني. وحطي بقى في الصينية كده وافردي. عايزة تحطيها في كوبايات بلاستيك وتعملي فتحات في الكوبايات بلاستيك من تحت، ماشي. اللي بيعملوها الايام دي كده عشان تدي منظر يعني، لكن هي هيها يعني. بعد كده عايزه ممكن تحطيها في كوبايات بلاستيك، حطيها. يعني ما فيش اي مشاكل، هي هي. وبعدين هنسينا نحطها على الرخامه، ونحط عليها ميه الصبح كده رشرشه، وبالليل رشرشه كده. يعني رشرشي كده بايدك كده، مش تغرقي، لا كده بايدك كده. اكنك بتحط يعني كده، رشرشي كده بايدك وسيبيها. ما فيش يوم تاني. انا كده المفروض اعملها اول يوم، يعني احنا النهارده اول يوم العيد. فعملتها. بصوا اللي بتاع، بصوا الفول زرع ازاي اما اتنقع. يعني بصوا لما تساب بس على على الرخام بقى فول نابت. تاني يوم دي تاني يوم، يعني تاني يوم بالليل. اه المفروض اعملها يوم العيد الصبح، انا كده اول يوم العيد النهارده. بس عملتها صورت بالليل يعني. وهتنزل تاني يوم العيد، لان انا جينا من صلاة العيد طبعا، كل سنة وانتم طيبين، كنت تعبانة فما صورتش يعني، ولا فضيت احطها. فدي بالليل بقى كده بعد ما قمت وفقت ومية مية يعني. بصوا زرعت بقى. بصوا يا جماعة طعمها فظيع جدا. حطيها جنب الترمس بقى، جنب الكحك والبسكوت. والله العظيم جميلة، عودوا عيالكم عليها. والفول المملح ده تحفة. دي صينية كده فاضية ما فيهاش اي حاجة طبعا على النار. وهنحطه وننزل المية بتاعته نصفيها كده، وهو اصلا هيشرب ميته مع نفسه يعني. وافضلي قلبي فيه بقى، وهدي النار شوية. ويتحمص يتحمص كده بسيط، يديك اللون الحلو كده، واوريهولكوا دلوقتي. وبس يعني جميل جدا. ده من الذكريات الجميلة اللي كنا بناكلها واحنا صغيرين. يعني بدل ايه، يعني زمان كده ما كانوش مثلا كل يوم يجيبوا لنا لب وزداني والكلام ده كله. لا، في فول نقوم نحمص نعمل فول مملح يعني. مش شغلانة كل يوم بقى فول وبتاع ده، لب وزداني والحاجات دي كلها يعني. اكيد كلنا كنا كده يعني، مش طالعين يعني كده. بس بصوا هتطبوا انا وريتهولكوا لونه، بصوا ولا غامق قوي ولا اتحرق ولا الكلام ده كله. وحطي بقى، اعملي بولة تانية كده. وحطي بقى الملح بتاعك، وحطي شطة، وحطي بابريكا وحطي كمون وليمون. حسب ما انت عايزة الشطة دي، حسب ما انت عايزة، براحتك يعني. دي شطة بقى، شطشطي. وليمون بقى كده واعصري.
انا هعمل هنا ليمونتين، عايزة تكتري كتري، بيدي طعم فظيع. وهننقعه كده مثلا لمدة نص ساعة ولا حاجة، وخلاص ما فيش حاجة، نص ساعة كده وخلاص. وكلي بقى، وخليه في المية بتاعته، كل ما تعوزي صفي وحطي في الطبق. يعني حطي، طلعي كده منه في الطبق وحطي عليه حبة مية كده بس كده، وقلبيهم مع بعض. وهنحط الفول بتاعنا، سيبيهم بس بقولك نص ساعة او ربع ساعة بالكتير، ولما تعوزي طلعي وحطي بقى. بصوا حاجة كده جميلة، جميل ومستوي وطعمه خرافة. حطي بقى جنب الترمس بقى هو الحلبة والكحك والبسكوت وعيد سعيد عليكم يعني. فرغي كده الحلبة بقى في الطباق كده، وكل واحد ياخد طبقه. مفيدة جدا جدا، مش قادرة اقول لكم وهي كده مزرعة كده فوائدها ازاي. يعني انا مش عارفة، لكن سمعت الدكتور عمال يقول فوائدها فظيعة جدا يعني، معروفة يعني الحلبة. وحطي بقى في الطبق كده وظبطي. وعايزة تعملي اشكال مثلا، حطيها في الكوباية واعمليها يعني اعمليها قوي كده وحطيها تاني في طبق عادي يعني، زي ما انت عايزة. بصوا هنا بقى حطيتها في الطبق كده، وجنبها الفول المملح جميل جدا. وحطي بقى حبة شطة كده فوق الوش كده، وحبة كمون وشغلان. يلا، وكل سنة وانتم طيبين. فيديو خفيف على القلب جدا، وطعم الحلبة والفول حلو جدا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.